السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الهوهوس بمكونين 2 بس، وسهل جدا ومش مكلف وطعمه تحفة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للوصفة. واذا انتي اول مرة تزوري قناتي متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ في الوصفة. معايا 5 حبات من الاوريو، وبعدين بفك الاوريو وبشيل الطبقة البيضة وبحطها في طبق، والاوريو بحطه في طبق تاني لحد ما اخلص الكمية. بتتشال الطبقة البيضة الكريمة بكل سهولة، بحطها في طبق لوحدها. بجد الوصفة دي حلوة في الصيف، جربوها يا جماعة. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا ايس كريم وهو في نفس الوقت. بصوا هو طعمه حلو قوي، هتجربوه هتعرفوا قد ايه هي طعمها حلو. لحد انا بقى خلاص خلصت الكمية، بعمل معاكم اخر واحدة. وبعدين هجيب كيس التلاجة وهضيف فيه قطع الاوريو كلها بالشكل ده، وهجيب اي مدقة عندك، وهحاول ادق الاوريو ده لحد ما يبقى ناعم جدا. انا عايزاه ناعم، ما ينفعش يبقى فيه كتل خالص. فدقيه على قد ما تقدري وخليه ناعم. بجد اسهل هوز ممكن تجربيه، والوصفة دي بتتاكل ساقعة اول ما بتخرج من الفريزر. خلاص كده انا خلصت الدق في الاوريو، ناعم بالشكل اللي انتي شايفاه ده. دلوقتي هضيف اللبن. ضيفي اللبن بالتدريج، مش تضيفيه مرة واحدة علشان العجينة ما تسيلش معاكي. ضيفي معلقة لبن بمعلقة لبن لحد ما توصلي للقوام اللي انتي شايفاه ده. دلوقتي هنجهز الكريمة بتاعة الاوريو اللي احنا خرجناها من الاوريو. ضفت معلقة لبن صغيرة واحاول امزج الكريمة مع بعضها لحد ما تبقى الكريمة متجانسة وتبقى ملساء بالشكل اللي انتي شايفاه ده، لحد ما تمزج كويس جدا وتوصل للشكل ده. ودلوقتي هضيف العجينة على الاسترتش وهفردها بالنشابة. انا حاطه استرتش عشان هيساعدني لما اجي الف العجينة دي اللي هي الاوريو اللي انا ضفت عليه اللبن. بفرد الاوريو كويس جدا وبخليه سمك سنتي، ما ترقيش عن كده علشان ما تتفرفتش منك. وبعدين هحط الكريمة واوزعها كويس جدا بالشكل ده، توزعيها في كل الجوانب وفي كل الاماكن اللي فيها اوريو. وخلاص كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده الكريمة كويس جدا. هبدأ الف معاكم. حاولي تتعاملي مع الاسترتش، ما تحطيش ايدك عليها علشان ما تساحش. بتعملي بالاسترتش، بتلفيها بالاسترتش رول، وبعدين بتقطعي الاسترتش بالشكل ده وهتدخليها الفريزر لمدة ساعتين وتطلعيها. وبتقطعيها وهي لسه خارجة من الفريزر وبتتاكل باردة. بجد هتهون عليكي حر الصيف. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم في التعليقات. لايك وشير كتير للوصفة، وما تنسيش تشتركي في القناة.